السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي عالم حسناء. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كلاص بالفواكه الحمراء، كيجي رائع وكيجي لذيذ. خليكم مع الطريقة والمقادير. نبداو بسم الله. هنا عندي 150 غرام ديال الفرامبواز، داك التوت الاحمر. غادي نديرو هنايا في هاد المقيله هادي، وغادي ندوز باش غادي نعسلو. غادي نزيد معاه 2 معالق ديال السنيده، وغادي نديرو فوق البوطه. ما غادي نحركو ما حتى شي حاجه، غير كنحس به داب صافي، وكنحيدو فوق البوطه ونخليه يبرد. ندوزو باش نصاوبو الكلاص. عندي هنا 3 ديال البيضات، غادي ناخذ غير الابيض ديالو. عندي هنايا الملون والنكهه ديال الفرامبواز، 2 دانون بنكهه الفرامبواز، او تقدروا ديروه غير مسوس اولا الفاني اللي بغيتو. وعندي هنايا داك فرامبواز اللي غسلت، وعندي الكونفيتير ديال الفرامبواز الاسود. صافي هنايا اول حاجه غادي ناخذ دوك 3 ديال ابيض البيض، هما الاولين. غادي ندوز باش غادي نطلعهم باش غادي نحضر الميرانغ. ضروري يكون البيض بدرجه حراره المطبخ باش هكا يطلع معاكم. الا كان بارد ضروري تسخنوه واحد شويه صافي باش يطلع معاكم الميرانغ. غادي نزيد معاه قبيصه ديال الملحه وغادي نطلعه. صافي هنا من بعد ما طلعته كيف كتشوفوا، عندي هنايا نص سيطرو ديال الكريم فريش، كريمه سائله. انا هنا استعملتها بدون سكر. غادي نحاول نطلعها واحد شويه كيف كتشوفوا. بالنسبه الكريمه ديال الكلاص ما كنطلعوهاش 100%. المهم كنخليوها خاتره واحد شويه، ضروري ما كنطلعوهاش بحال كنصاوبوها هكا شي حلوه ولا شي حاجه. صافي غادي زدت معاها واحد 4 معالق ديال الملون بالنكهه ديال الفرامبواز، وغادي نزيد معاها 2 ساشيات ديال الفاني. صافي غادي نعاود نخلط عاوتاني واحد التخليطه خفيفه كيف كتشوفوا. صافي هنا غادي نزيد تقريبا واحد 60 غرام ديال السنيده، حيت الكريمه درتها مسوسه فضروري درنا واحد شويه ديال السنيده، وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا اكتفيت غير بداك 60 غرام ديال السنيده. وبالنسبه للدانون راه غادي نديرو حتى هو مسوس، تقدروا نتوما ديروه حلو. صافي غادي نبدا نضيف داك الميرانغ اللي صاوبنا ديال الابيض البيض، غادي نزيدو على الكريمه وغادي نعاود نخلط. كيف كتشوفوا من بعد ما دخلت داك ابيض البيض مع الكريمه، دابا غادي نضيف 2 علب ديال دانون بالنكهه ديال الفرامبواز. كيف قلت لكم ديروا النكهه اللي بغيتو، غير هنايا درت ديال الفرامبواز باش يعزز لينا المذاق. صافي غادي نعاود نخلط هكا كيف كتشوفوا تخليطه خفيفه. وغادي نضيف دابا الكونفيتير ديال الفواكه الحمراء، داك الاسود. وغادي نضيف الفرامبواز اللي صوبت معاكم اللي عسلت. كيف كتشوفوا راه خليته طريفات باش هكا يجيني باين في الكلاص. طبيعه الحال من بعد ما برد باش هكا ما يخسرش لكم الكريمه. صافي غادي نخلط واحد التخليطه خفيفه تندمج ليا ديك الفواكه مع الكريمه. صافي وغادي ندوز غادي نديرها في المول.
صافي هنا خديت اطار كيف كتشوفوا، تقدروا ديروه في المول ديال السيليكون ديال الكلاص، تقدروا ديروه فاش ما بغيتو تقدموه. انا خديت هنايا هاد السيركل هذا، غلفت ليه البلاستيك الغذائي كيف كتشوفوا صافي، ووضعت فيه الكلاص ديالي. غادي نحاول نوزعو مزيان ونقادو هكا بالمعلقه باش يجيني السطح ديال الكلاص مقاد كيف كتشوفوا. وغادي نغطيه بالبلاستيكه باش هكا ما يشمش ليا الريحه ديال اللي في الثلاجه. صافي غادي ندخلو الكونجيلاتور يبرد على خاطرو ونقدموه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي حضرت معاكم. من بعد ما برد زينتو هكا بحبيبات ديال الفرامبواز مع ورقات ديال النعناع. كيجي هاد الكلاص هذا لذيذ وكيجي رائع وكيجي كريمي بالطريقه اللي عطيتكم، كيجي كريمي ما كيجيش هكا مجمد. واخا كتدخلوه للفريغو وكيبرد ملي كتجيو كتقدموه كيكون كريمي وكيكون زوين ولذيذ. على الله الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. خليتكم في امان الله، لفيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.